إلا البعد النظن أذم النظن البعد الاجتماعي أنعمه إلا ومذان ثلاث وشولت ثلاث متين المجتمع يثرم أي الذي يناير نجمعني يمذانا السلعوايذ الأعراف والعادات في كذاكي استقامت عليها حياة الناس ولذيذ شرعيث ربنا دواء مر بالعرف النبي صلى الله عليه وسلم يناد أنتم أعلم بشؤون دنياكم يفكا يغثيل اللي أنقرزت ذرث النار أما ذي الفلاح أما ذي التجارة أما ذي العلاقات جرانا عادي. لذلك الفقهاء الناند ذي الشرعيث المعروف عرفا كالمشروع شرعا المعروف عرفا كالمشروط شرطا العادة محكمة. افتح كتب الأصول جمع الجوامع لتاج الدين السبكي كتاب ابن الحاجب الورقات لإمام الحرمين الجويني أي كتاب مستصفى أي كتاب هذا كيني العرف. ما معنى العرف؟ أصوليا هو ما تعارف عليه الناس واستقامت عليه أمورهم من قول أو عمل. فإذا تعارف الناس باش في يناير يديروا العشاء من سيني يناير سليم التوسعة على العيال مقصد من مقاصد الدين بلغة علم المقاصد نستوعب هذه المسائل جدا. إذن توسع العيال تخمضي من سن يناير وراه الإشكال ولا شكو غورك أدمليل ثواشولت وغادي مقلوة ألن مدمرات الأسرة في هذا الزمان لا نحصيها عددا. الرياح الهوجاء هجمت على الأسرة فدمرت كيانها المعنوي ثم المادي. إذن ما يجمع هذه الأسرة نستعين بالقاعدة الشرعية ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. ثم لا ثواشولت أدخل مني من سن يناير أظفرحان أدحكون العوايد أدحكون في التاريخ فم الزروي مزيغا ذا عندي لا وقور ولا شكو وقور ياكو نغتوم ثيموشوها ولا قارنت سو الريف الكانون يتصربي زيه الريف الكانون دي جمعا ثواشولت ولاش صراع الأجيال. هذا هم من هموم الدنيا استشكله الفلاسفة والمربون والعلماء والإعلاميون الصراع بين الأجيال. هذا له حل بل حلول في تراثنا الأصيل. ذا شو الدوايس كنقارني مزورة أمغار السوال المزيت سغوال أمر كان تيسنوال خير الكلام ما قل ودل. أولاقي يفكيغ الثيفراث يوقوراقي البعد الاجتماعي ماخذ من ثم شرط وعندي لو ربي فكاغي مسن سلديضا غي فسن. ربنا هو الذي يقول سورة الحديد الآية 7 وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. اللي عنده
يشري وكذا ويتلاقى ويديروا عشاء كامل، الدشرة والعرش وكذا، يفرحوا الفقراء والمساكين وكذا إلى آخره، كامل يوني من سي نتساواو أخذمت أثوري السيد السلام أم غار يساوال لا يلمزي يتساوال أمر كانت يتسناوال وسيدي ربي ديقار سرح ربي في كاغي مسن تدي ضعيف السن إلا علم الآن يدرس في الجامعات اسمه علم الإحصاء، ستاتيستيك، هي ثاشتي مشرط تعطينا الاستاتيستيك أجور بالدقة، وين ديروا لنا يظل لي سيدي تسكي هي لا ميزاجور. ثم ربنا اللي تعارفوا سورتو الآن مع انتشار الهمم والأعمال، كل واحد وراه تكون مناسبات نستثمرها استثمارا حسنا من أجل تمتين اللحمة، تحتاج إلى وحدة. نبينا صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة الأنصار ربنا ذكر صفة من صفاتهم يحبون من هاجر إليهم، فآخى بين المهاجرين والأنصار. تاريخ الخزرج والأوس والخزرج تاريخ دموي، تاريخ بئيس، مع النبي عليه الصلاة والسلام ثاين شمل الإسلام والحمد لله آخى بينهم. وكتب في وثيقة المدينة أمة واحدة من دون الناس أنعامه، معليش عندكم خصوصيات، عندكم حضارات، عندكم تاريخ عادي، ولكن سعان ثين سلمث تسدوك اللي يكون. لذلك هذه الأمة الواحدة من دون الناس ما ورد في وثيقة المدينة ترجم لما ورد في القرآن. سورة الأنبياء الآية 92 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. سورة المؤمنون الآية 52 وإن قراءتان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. سورة البقرة الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لماذا؟ ماذا بك تنصرف جهودنا إلى البناء، إلى الإعمار، إلى توحيد اللحمة؟ هذا العصر لا يقبل الضعفاء، لا يقبل المهزومين المنهزمين، عصر يقبل الأقوياء. نعم هكذا الأقوياء في عالم اليوم سواء في مجال الشركات العملاقة أو الدول، الأقوياء يتكتلون فيزدادون قوة، والضعفاء يتمزقون فيزدادون تمزقا وضعفا. لقي قارن استقبال يغال قلمون صضارا. لماذا تنصرف جهودنا إلى ما لا ينفع؟ لما؟ سنسأل. أوقاتنا أعمارنا أوقاتنا، ونقف أمام الله كما قال في آخر ما أنزل سورة البقرة الآية 281 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن البعد الاجتماعي حاضر. أتملي الثسد ويثيروا ثيني كلها تمشرط الميسان أن مسامح أنعامه. البعد الإصلاحي وهو عنوان الخطبتين إن شاء الله. البعد الإصلاحي قرني مزورة ما يضرى إلا شوي ضران وقرير يمذانا عادي نرزد في اللوان أنجفر أين يرزن أنفنو أين يهدن أنزيزدي أولوني لغن مزديث أولون أذ شبحا وذموان تاقي تقذيليث تاقي تجديث تاقي تنصليث.